السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. جبت لكم جديد جلابة المغربية لعيد الأضحى إن شاء الله، كيف ما عودتكم دائما بجديد الخياطة. كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. فكيف كتشوفوا هذا الموديل هذا اللي كيجي هكا بالعقيق، كيجي بقطعتين. هذا الموديل هذا كيجي بالقفطان، قفطان بتوب جوهرة، جليليبة مخيطة بالراندا، راندا خفيفة، والكميمات بالطرز والعقيق. هاد جليليبة هادي اللي كتجي بزواق المعلم، والقفطان ديالها دونتيل. وموضة هاد السنة هادي هي الفتيحات في الكميمات، كيجيو هكا حتى هما بزواق المعلم. هاد الجليليبة هادي اللي كتجي بالراندا، ونفس اللوينات اللي كاينين في الطرز كاينين في الراندا، كتجي في صالة مخزنية، فتيحات في الجناب. هاد الجليبة هادي اللي كتجي بالعقيق، كيف كتشوفوا اللون الخضر مع العقيق في الذهبي، جا غزال في اللبسة، في صالة مخزنية وفتيحات في الجناب. الجليبة مخدومة كلها باليد، خدمة متقونة كيف كتشوفوا. وهذا الموديل هذا اللي كيجي بزواق المعلم، زواق المعلم في جهة الصدر وكذلك في الكميمات. القفطان موسلين منقط كيف كتشوفوا، فتيحات في الجناب، موديل جا انيق. وهاد الجليبة هادي باللون الاسود، طرز اللون في اللون، فقط الاختلاف في اللون ديال القفطان. وهذا الموديل هذا كيف كتشوفوا موديل اللي كيجي سامبل، كيجي في صالة مخزنية، العقيدات نص طوق، والقب مغلف بثوب اخر، نفس الثوب ضفناه للكميمات كيف كتشوفوا مع زواق المعلم. الجليبة هذه اللي كتجي في صالة مخزنية، فتيحات في الجناب، الثوب هذا دو فاس، والعقيدات مع سفيفة. وهذا الموديل هذا اللي كيجي بالراندا، راندا ديال الحصيرة، كريب مخطط، والقفطان بالموسلين في صالة هذه عادية. وهاد الجليبة هذه اللي كتجي بالطرز في الكميمات، كتجي بالعقيدات نص طوق، جليبة باللون الاسود ومدخلين عليها الطرز في الالوان. وهذا الموديل هذا اللي كيجي بجوهرة بالراندا والقفطان، تقدروا ديروه بالساتان، تقدروا ديروا قفطان موسلين، تقدروا ديروا كذلك قفطان بجوهرة. الجليبة هذه اللي كتجي هكا بالعقيق في جهة الصدر وفي الكميمات، القفطان موسلين، اللون الأخضر مع البرتقالي جا رائع، في صالة مخزنية. جليبة تصلح للمناسبات والعيد. وهاد الجليبة هذه اللي كتجي بزواق المعلم، حتى هي اللون الابيض مع الاخضر، القفيطين ديالها موسلين، فتيحات في الجناب، في صالة عادية مع الفتيحات في الجناب. تصلح حتى العريسات بحال هذا الموديل هذا زوين صراحة.
وهاد الموديل هذا اللي كيجي بمرمة الجوهر جليلبة أنيقة. وهاد الجلابة هادي اللي كتجي بالقفطان دونتيل. هاد الثوب هذا صيفي، حتى هو نوع من الكريب. شوفوا التفاصيل ديال الخياطة كيفاش دايرة. الفيديو طويل شوية ولكن غير باش تشوفوا كيفاش دايرة الخياطة. شوفوا الكميمات، شوفوا الفتيحة اللي كاينة في الكمام، وكذلك القب مغلف بالدونتيل. وهذا الموديل هذا اللي كيجي براندا حصيرة وكتجي جلابة مفتوحة من جهة الصدر كيف كتشوفوا، جلابة بخياطة عادية. شوفوا الخديمة كيف كتجي أنيقة، جليلبة كتجي كلاس في اللبسة. وهاد الجليلبة هادي اللي كتجي سامبل بالعقيدات فقط، كتجي بكريب مخطط بسقلي. هاد الكريب هذا هو اللي خارج هاد العام، وكيف كتشوفوا راه كنحط لكم بزاف جليلبات بهاد الثوب هذا. اللي عندها هاد الثوب بغات تخيطو فشوفوا الفيديوهات السابقة، راني حاطه بزاف ديال الموديلات بهاد الثوب. تقدروا ديروه بالدرز، بزواق المعلم، بالعقيق. وهاد الجليبه هادي اللي كتشوفوا كتجي بالطرز والراندا في صاله مخزنيه. هاد الجليبه بزواق المعلم في صاله مخزنيه، زواق المعلم في الكتف. وهاد الجليبه هادي اللي كتجي كذلك بزواق المعلم في جهه الصدر والكمام. ونخليكم مع باقي الموديلات. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا باللايك واشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش. فنخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم، وخليوا لي في التعليقات اشنو الموديلات اللي تبغوا تشوفوا، وكذلك واش تبغوا نحط لكم موديلات ديال القفطان المغربي والتكشيطه. فبسلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.